كفايه تشهير علشان خاطر ولادي. انا ما قلتش اي تصريح لحد الان علشان كل الكلام ده على لساني. والله انا ما اتكلمت مع حد، انا ما اتكلمتش مع حد تماما. دي اول مره اطلع اتكلم في لقاء صحفي، لان الموضوع زاد عن حده. الموضوع زاد عن حده. انا ليه بتشتم وليه بتهاجم وليه ولادي عشان ايه؟ عشان ايه؟ انا لحد الان ما اعرفش اللي جرى مع مراتي يا ناس. لحد الان ما اعرفش اللي جرى مع زوجتي. ايه الدافع؟ ايه السبب؟ ده هيبان في التحقيقات. انتوا جبتوا كلامكم ده كله بناء على ايه؟ بناء على ايه اللي اتكلم عن مسروقات؟ بناء على ايه اللي اتكلم عن شرف وان انا قاتل؟ بناء يعني، وجبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ اتق الله. انت عشان تعمل سبق صحفي بتفبرك كلام؟ ايا كنت انت مين؟ اتق الله يا اخي. ان كنت عندك ولاد او ابناء او ذريه، حط نفسك مكاني. تقبل ان حد يتعامل معاك كده ويتكلم معاك كده؟ انا اولى بدمي، انا اولى بميتي، انا اولى ان انا اجيب حق مراتي اللي راحت. مش انت اللي تتكلم بالنيابه عني، مش انت اللي تتكلم بالنيابه عني ايا كنت. ارحمني واصبر يا اخي لحد ما تشوف التحقيقات هتقول ايه. اصبر يا اخي، خلي عندك ضمير ايا كنت يا اللي بتتكلم. خلي عندك ضمير وارحمني. سيبني اعيش انا واولادي. كفايه اللي احنا فيه، كفايه يا اخي اللي انا فيه. انا اقول لك ايه بس؟ انا مش هقدر اوصف لك انا مراتي كانت بالنسبه لي ايه. مش هقدر اقول لك، انت مش هتصدق. انت ما يهمكش حاجه، ما عندكش شرف يا اللي بتتكلم. ارحمني بس واعذرني لحد ما التحقيقات تبان. وهرجع اقول تاني، ايا كان السبب في قتل زوجتي، انا عايز منه قصاص عداله الله عز وجل. انا عايز عدل ربنا. اللي قتل مراتي ينقتل، والله ايا كان هو مين. كل واحد ساهم في دم مراتي انا عايز حقي منه، وعايز حق اللي ماتت دي منه. بس سيبوني بس اعيش، سيبوني احتوي ولادي. ده اطفال. اطفال هيواجهوا المجتمع ازاي؟ هيواجهوا الدنيا ازاي؟ هيتعاملوا مع الناس ازاي؟ هتساهموا كمان في ضياع مستقبلهم. قاعدين ما بيروحوش مدارس، قاعدين لحد ما الدنيا تهدى بالشكل ده. عمرها ما هتهدى. ارحموني.